السمك دليفري، هي قالت لي صابح وطلع متلج، بس كويس. انا ما رضيتش بقى ارجعه علشان مندوب الشحن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده فيديو جديد، فيديوهات قبل رمضان وبعد رمضان ان شاء الله. ده فيديو قبل على النبي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل وتحطوا لي لايك حلوه منكم وكومنت حلو منكم مع بعضينا. طب كمان عليها الليمونه دي. قطعته ازاي؟ السمك ده طلبته من على النت، وهي كانت قايله لي طبعا اللي هي ايه، تقولوا لي بقى ده بلدي ولا مش بلدي. بعد الظهر فجيه فعلا، بعد الظهر على طول هو ماسك نفسه شويه. قطعت طبعا كل ده في الصينيه وهقلبه. حطيت طبعا كل المكونات دي وحطيت فيها التوابل. احط كل الخضار بتاعنا اهو بالثوم جوه السمك. هحشيه السمك بعمل له ايه؟ بعمله فتحات كده، فتحات اهو هنا عشان يستوي معانا في الفرن. حشينا السمك بتاعنا اهو كله. هنجيب الحشوه بتاعتنا وبعد كده اهو نظبط كله ده كده دقيق، وحطيت فيه ملح وفلفل اسود. هجيب بقى السمك بتاعنا اهو وهغمزه في الدقيق اهو بعد الحشوه بتاعتنا. هغمزه في الدقيق كده. لكم كده هنرص في الصينيه بتاعتنا اهو. خلص كل السمك ده. وطبعا يا اخواتي انا حطيت كله في الدقيق اهو. هرش اللي هو الصينيه دوت متلج ده، بعمله بالطريقه دي. بس ما بحطش بصل ولا الحاجات ديت. انا عملت مره السمك دوت وحمرته بالبصل والحاجات دي، كان طعمه جميل جدا. الرز الصياديه سخنت الفرن طبعا كويس وهحطه في الفرن. بصلايه تفضل شويه زيت، ضفنا عليه شويه زيت وكده. البصله دبلت معانا اهو، شايفين حمرنا اهو. نفضل نقلب فيه لغايه ما الرز بتاعنا يبقى مشكل كده، مشكل يعني ناشف شويه. بقى هضيف عليه الميه. وكده طبعا يا اخواتي ضفت الملح والفلفل الاسود والملح. بس كده هنغطي الحله ونسيبه. والله بجد ده الرز الصياديه المصري. وكده غطيت الحله، واوعى تنسوا تجربوا طريقتها. وكده يا اخواتي طبعا هعمل السلطه اهو. وطبعا معلش فبضطر طبعا بستنى الباقه لما تتجدد، وبعد كده ببتدي انزل فيديوهات تانية. وان شاء الله ربنا يسهل كده. ادعوا لي كده للقناه تتفعل ان شاء الله والعيله تكبر اكتر كده. انا بعمل وربنا يسهل ان شاء الله. تعبكم تاني. وكده طبعا يا اخواتي خلصت السلطه بتاعتنا اهو. السلطه المصري طبعا اللي مش عارفها، طماطم وبصل وخيار والبصلايه. برده البصلايه دي اختيار، عملتها ببصلايه صغيره كده بس. وفلفل بقى، فلفل رومي، فلفل شطه. انا عاملاها فلفل رومي، فلفل شطه وطماطم وخيار وبصل وخضره اهو. دي كمان خلص اهو. فاضل بقى السمك بتاعنا. ادي الرز خلص اهو. ده انا بستخدمه بينضف لي اي حاجه بدون ما بسخن ولا اعمل اي حاجه. اخلص طبعا الضرفه دي، هخلصه التربو بتاعنا وبس ما السمك بتاعنا يستوي وارجع لكم تاني. وكده اهو يا اخواتي حطيت الرز لوحده كمان اهو، رصيت الضرفه وحطيت معاه لسان عصفور والشعريه. رصيت التربو كله كل حاجه لوحدها لغايه ما السمك بتاعنا استوى. وحطيت التوابل من تحت خالص لوحدها، والزيت والسمنه والخل لوحده. وفي شويه صوص لسه بقى ما جبت الشاي، لسه هجيب الشاي. وحطيت البيكنج باودر الفانيليا. وكده يا اخواتي السمك بتاعنا خلص اهو. شايفين فين لحمه؟ بجد طعمه تحفه جدا جدا. تعالوا كلوا معانا. الرز اهو خلص والسلطه. تعالوا كلوا معانا وهتعجبكم طريقته جدا جدا. طريقته جميله. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. والسلام عليكم.